يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبداية مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026 تحت قيادة مدربه الجديد يانيك فيريرا. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع سيراميكا كليوباترا في منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس في 8 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وقطر 9 بتوقيت الإمارات، على استاد هيئة قناة السويس. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وسيخوض نادي الزمالك 4 مباريات أخرى في شهر أغسطس في بطولة الدوري المصري بعد مباراة سيراميكا أمام كل من المقاولون العرب ومودرن فيوتشر وفاركو ووادي دجلة. حيث ستتوقف بطولة الدوري المصري في شهر سبتمبر المقبل لاستئناف المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لخوض مواجهتي أثيوبيا وبوركينا فاسو. وكشفت قرعة الدوري المصري عن خوض نادي الزمالك 13 مباراة على استاد القاهرة الدولي و7 مباريات في ملاعب مختلفة. وسيشارك في بطولة الدوري لهذا الموسم 21 فريق، وسيقام الدوري بنظام المرحلتين. المرحلة الأولى تلعب من دور واحد تتنافس فيه جميع الفرق، والمرحلة الثانية يتم تقسيم الفرق لمجموعتين. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة وحصد أول 3 نقاط لتحقيق بداية قوية لعودة الفريق للمنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث تنتظر جماهير القلعة البيضاء ما سيقدمه المدير الفني والصفقات الجديدة هذا الموسم.